هذول عندهم هذا انتهى. هذول يعني مثل ما نقول يعترفون ناني هاي عادي تمشي عندكم؟ هاي تبقى هيك شيء يعني بس تشتريها المعاملة بس الأصلي. الأصلي بعدين؟ ماشي. بس احنا العائلة نقدمها العلاقات، أهم شيء العلاقات. ما عندي الصورة. السي مال المدرسين كلهم عادي اللي عندك دكتور الكاميرا؟ ايش نقص اي شيء موافقة. اللي ما عنده صوت هذا مو طالب. لا ما يشاكس، لا ما يتحرك، هذا مريض يعني عنده توحد. يعني انا مدرسه مع ذوي الاحتياجات الخاصه. يلا السلام عليكم. الله يبارك فيكم. ما شاء الله. الاساتذه كلهم يجون تاخذها هيك على الكل يعني. ايه ابنائنا ان شاء نرحب طبعا بالدكتور عاشور الكربوني، ونرحب بالاستاذ مدير تربيه بابل والاساتذه الموفدين لجنه تربويه من قبل وزاره التربيه من التبادل الثقافي. يعني عاجزين عن شكرهم وجهودهم الاستثنائيه اللي بذلوها من اجل افتتاح هاي المدرسه، ومن اجل ان يتعلم الطالب العراقي ويوصلون للطالب العراقي اينما يكون. زين، فتوعدوهم ان تكونوا مثابرين ومجدين، ترفعون راس العراق واينما تكونوا. كلمه للدكتور. دكتور حسين. دكتور حسين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف محمد وآله وصحبه الطيبين. الأخوة الكرام، أبناء الطلبة، أسعد الله صباحكم ووفقكم في خير وصلاح. ابتداء أتوجه بشكري واحترامي واعتزازي لمعالي السيد الوزير الموقر لاهتمامه بالواقع التربوي في العراق وفي خارج العراق، ولإعطائنا ثقته الكاملة في زيارة مدرسة التميز في دولة تركيا، المدرسة التي نأمل ونعتقد تماما بأن الهيئة المؤسسة والتعليمية الموجودة والتي سوف تكون مسؤولة عن واقع التعليم في هذه المدرسة والتعليم سوف يكون بإدارتها، نعتقد تماما بأن هذه الهيئة المؤسسة والهيئة التعليمية هي أهلا للمسؤولية في قيادة عمل تربوي في دولة تركيا. وأؤكد أبناء الطلبة الأخوة أولياء الأمور الكرام بأن المؤسسة التربوية العراقية أينما حلت فهي متمثلة ويمثلها الأبناء الطلبة في أي واقع، وأيضا مخرجات تلك المؤسسة هي عبارة عن مخرجات قائدة أينما حلت. المؤسسة التربوية العراقية مؤسسة قائدة، لعله هنالك من يعتقد بأن كل شيء في العراق قد وصلت إليه له يد التخريب. أنا أقول كلا، لو انتهى كل شيء فيبقى العراق مصدرا وقائدا للعقل وللواقع التربوي. العقل العراقي عقل قائد أينما حل، ولا يمكن أن ينحسر في رقعة جغرافية محددة، أي أن عامل المكان وعامل الزمان مفتوح للعقل العراقي، سواء كان في داخل العراق، في خارج حدود العراق، في المنطقة الإقليمية، في دول أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية. العقل العراقي عقل قائد، الطالب العراقي هو في الخط الأول، وهذا ما أكدته الوقائع، وهذا ما أكدته المؤسسات التربوية العالمية، سواء كانت في دولة تركيا أو في الولايات المتحدة أو في الدول الأوروبية أو في أي دولة من دول العالم. أقول
بأن الأبناء الطلبة في المرحلة الابتدائية هم البنى التحتية للواقع التربوي في العراق، ونعتقد تماما بأن كل ما لدينا هو من التعليم الابتدائي. وأتشرف لأني قد درست في التعليم الابتدائي وفي التعليم الثانوي في المرحلة المتوسطة في المرحلة الإعدادية، وكنت مدرس في دولة الأردن. طلعت على الواقع التربوي في الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الدول الإقليمية والعالمية، ولاحظت من خلال شهادة الآخرين، لا أقول شهادة نفسي، وهنالك تسجيل بأن الواقع التربوي العراقي متميز في منهجه، في مدرسه وأستاذه، والأهم من ذلك كله في أبنائنا الطلبة. أبناء الطلبة أؤكد لكم لتطمئنوا تماما بأن ما سوف تتلقونه من معارف ومن علوم في هذه المدرسة هو من مخرجات المؤسسة التربوية العراقية والتي تحدثت عنها قبل قليل. الطالب العراقي سواء كان في المدرسة أو ضمن التعليم أو يؤدي الامتحان بطريقة الامتحان الخارجي هو متميز. دكتور، بس احنا نريد نعرف يعني انه هل المرافق الموجودة في المدرسة كانت صفوف أو كانت مرافق أخرى يعني تابعة لها، هل هي مؤهلة لأن تكون مدرسة لاحتواء هؤلاء الطلبة؟ وهل توافق اللوائح اللي متبعة في وزارة التربية العراقية؟ نعم، كما لاحظنا من خلال مشاهدتنا في يوم أمس لتفاصيل البناية المدرسية بأن البناية المدرسية كبناية مطابقة لمواصفات ولما مطلوب من المؤسسين في المدارس أو ضمن محور البناية المدرسية ضمن الضوابط المطلوبة في وزارة التربية. بل لو قورنت بمدرسة أهلية في بغداد، أبناء الطلبة الأخوة أولياء الأمور، لو قورنت بمدرسة من المدارس الأهلية في بغداد لتميزت عليها من هذه الجهة. كل ما موجود في البناية من صفوف ومن مختبرات متكامل وبشكل كامل بنسبة 100%. هذه بالنسبة للبناية، هل اطلعتم على السير الذاتية للأساتذة وللهيئة التدريسية والهيئة الإدارية؟ بخصوص الهيئة الإدارية، الأخت الفاضلة مديرة المدرسة من الكوادر التربوية المعروفة لدى الواقع التربوي العراقي من خلال الCV المرفق مع أولياته، فهي مديرة في العراق كانت متميزة وإن شاء الله تعالى سوف تتميز. أيضا الأخوات المدرسات الموجودات في المدرسة وأنا على معرفة على إحداهن كانت مدرسة في محافظة بابل في المديرية العامة للتربية في بابل، وهي من أفضل المدرسات المحافظة. بالمناسبة محافظة بابل دائما تتميز على العراق، يعني في الخط الأول، لا أقول ضمن العشر الأوائل بل أقول ضمن المديريات الأولى. تأتي بابل في البداية ثم يأتي بعدها الآخرون طيلة 4 أو 5 سنوات. هذه الأستاذة إحدى الكوادر التربوية كانت في هذه المدرسة والآخرون أيضا. نأمل أن يكون العطاء متواصل، البناية جيدة، المختبرات متكاملة، الصفوف والشعب ضمن المواصفات، فيها ما يمكن أن يجعل الدرس درسا مثاليا ونموذجيا. ونأمل لكم أبناء الطلبة أن تكونوا موفقين في هذه المدرسة، مدرسة التدريس في دولة تركيا إن شاء الله تعالى. تفضل السيد نهاد سعدي الموفدة من قبل وزارة التربية للموافقة والسماح لنا بافتتاح المدرسة بشكل رسمي. تفضل الكلمة. السلام عليكم، أنا ممثلة عن وزارة التربية المديرية العامة للعلاقات الثقافية. طبعا أرسلت وفد رسمي مع الأساتذة، الأستاذ حسين رئيس الوفد والأستاذ خولة عن التعليم الأهلي لملاحظة المدرسة ومعرفة هل هي مطابقة للشروط أم لا. الحقيقة اطلعنا على المدرسة وعلى صفوفها ومختبراتها وكانت في غاية الروعة بالنسبة لمطابقتها للمواصفات. أما الCV للمعلمين والهيئات التعليمية فعلا كما هو مطلوب في الوزارة أنهم مخرجين كليات التربوية، وهذا أهم شيء. الحقيقة كل هذا على مود تطمئن الوزارة أنه طلبتها يتلقون التعليم بالشكل الصحيح والتربوي اللي معتاد عليه في العراق.
والحمد لله سيتم رفع تقرير من قبل اللجنة إلى المعالي بالموافقة المبدئية من قبلنا، أما الموافقة النهائية فتعرفون أنه هي موافقة نهائية من قبل المعالي، وإن شاء الله يكون خير وتفتتح بإذن الله تعالى وتكون رسمية ومعترف بها في العراق. وشكرا. الست خولة المفدى من قبل وزارة التربية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن. يسعدنا ويشرفنا أن نشوف أبناء الطلبة العراقيين في هذا البلد الغريب، ونريد نلم شمل هؤلاء الأولاد ونربطهم ببلدهم الأصلي العراق من خلال هذه المدرسة، مدرسة التميز الأهلية، وإن شاء الله هي اسم على مسمى، وإن شاء الله أنتم أيضا تكونون متميزين وترفعون رأس العراق في هذا البلد إن شاء الله. ومن خلال ما شفنا المدرسة أصولية وكادرها أصولي، وإن شاء الله نتمنى لها التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشهادة اللي راح تاخذونها ان شاء الله من هاي المدرسة، راح تمنحكم شهادة الدراسة الابتدائية بالنسبة للأبناء بالمرحلة التعليم الابتدائي، راح تاخذون شهادة عراقية معترف بها وكأنكم انتم قاعدين في بغداد أو في بابل أو في الموصل، شهادة رسمية. يعني بعد 30 سنة و40 سنة لو واحد يريد يحصل على الوثيقة مال الابتدائي ممكن ياخذها من هاي المدرسة. أيضا المتوسطة، ثالث متوسط، مرات واحد يقولون علي هذا خريج متوسطة، يعني خريج ثالث متوسط. هاي المدرسة راح تمنح شهادة رسمية يروح بها لأي مكان بالعالم يدرس، أو شهادة المرحلة الإعدادية على المستوى العلمي والأدبي. راح يقرروا الإخوان أختنا مديرة المدرسة شنو تخلي فرع علمي أو فرع أدبي أو علمي وأدبي، نفس الشيء تاخذ هاي الشهادة رسمية تدرس بها بالجامعات العراقية وتدرس بها بالجامعات العالمية في نفسها. يعني هاي الدراسة ممكن تروح إلى ترجمة وتصدير، تترجم إلى أي لغة، وبالذات إحنا بالعراق نترجم من اللغة الإنجليزية، وتصدق من قبل وزارة الخارجية. الآن وزارة الخارجية العراقية معترفة بهاي المدرسة مدرسة، والآن كأنه إحنا بالعراق. بس هاي المدرسة ما نقول عليها مدرسة تركيا، صحيح هي ضمن أراضي دولة تركيا بس هي مدرسة عراقية. الآن أنا من يجون طلاب دائما، بس الجاليات العراقية بالخارج اللي هم حضراتكم، مثلا واحد من الطلاب يرجع لأهله للعراق، إلي يجون طلاب من الحلة من بابل، يجي ولي الأمر يقول لي هذا ابني، رجعنا للعراق إحنا مباشرة وثيقة تأخذها وجدام بالمدارس الحكومية. يعني مثلا هو طالع منا بالرابع الإعدادي، من يرجع للعراق يجي على رابع إعدادي بكيبل يروح على أهلي أو حكومي. هاي نقطة جدا مهمة. يعني الطالب اللي هنا هو يعتبر نفسه كأنه في مدرسة حكومية بغض النظر عن كونها شنو أهلية أو غير أهلية، مدرسة حكومية. هذه بابا دليل إحنا وفد حكومي مو منظمة مجتمع مدني، إحنا وفد حكومي مدير عام وموجودين إخوان من المديريات العامة بالوزارة، مدير عام للتعليم العام، مدير عام للعلاقات الثقافية موجودين، ومنحناكم الإجازة إن شاء الله تعالى. بس أنا أريد كلام، أريد عهد منكم بالذات من الشباب، الشباب البنات بناتنا اللي هن حبابات، وقاعد أشوف من أشكال الحبابات ومن شبابنا ومن أبنائنا الطلبة بالتعليم الابتدائي. رب العالمين يتحدث رسالة جدا مهمة، وهذه أمانة لازم نحملها إحنا. تحدث بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعني المنهج، آيات يعني المنهج. والذي بعث في الأميين رسول، الرسول يعني المعلم، صار عندنا معلم، آيات منهج. بس راح يسوي المعلم من المنهج؟ ما قال يعلمهم، قال يزكيهم ويعلمهم. أول مرة شنو؟ تسمعون زين بابل ولا لا؟ أول مرة يزكيهم يعني يربيهم، يحرث الأرض بعدين يخلي بها البذرة، يزكيهم ويعلمهم. رجع للكتاب، الكتابة للمنهج يعني والحفظ. نريد تربية بابا، نريد العراقي بنص الأتراك مبين عراقي. هسه تقول أستاذ شلون مبين عراقي؟ أنتوا ولد بغداد، ولد الموصل، ولد الرمادي، ولد الحلة، ولد هاي المناطق المحافظات الراقية،
اللي بيها هاي الربطة مال هاي البنية الحبابة، هذيك البنية الحلوة الواقفة أيضا اللي تسمر بها هذا الشاب الراقي. أبدا ماكو واحد أحسن من عندنا، لا تعتقدون بابا. كإنسان أحسن من عندنا، يعني مو أقول هسه عمران بالعراق سابق العالم كله، بس المشكلة أكثر. اللي أريد منكم تحافظون على التربية ما موجود عند هاي الناس الكبار الشيبة اللي هو انطيناه لكم احنا هسه هم تحافظون عليه. تربية تعليم تحصلوه، امنوا راح تاخذون شهادات. انا اقول لكم ومن هاي المدرسة، بس انا مطمئن راح تاخذون شهادة ممتازة من هاي المدرسة، بس ما مطمئن راح ترجعون بشهادة مطمئن، بس ما مطمئن راح ترجعون بنفس الاخلاق مالتكم. ولان الوسط هنا المجتمع مو مثل المجتمع العراقي، اللي اريد منكم عهد انه ترجعون بنفس الاخلاق اللي طلعتوا منها مع الزياده. شكرا لكم. بالشكر مرة ثانية للدكتور عاشور الكربولي والدكتور حسين ولجميع الأساتذة. أنا إذا أحكي مرة. تفضل دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك؟ صلاح الدين. نعم الصلاح صلاح الدين. أنت بنيتي اسمك؟ زنوبة. حبيبتي. جنى؟ شنو معنى جنى؟ معناتها جنتين. جنتين. يا صف. خامس. صف خامس؟ صف بقول صف خامس. تقوى. طبعا زينب من البصرة وبجانبها من صلاح الدين ما شاء الله. من الحلة. ما شاء الله. صف خامس تقوى. تدرون قبل الخامس؟ لو صفقنا الخامس بعد ما نصفق لمرة واحدة. معي. هذا الوردة منين؟ شو اسمك حبيبي؟ ها؟ اسمه غيث. سمعتوه؟ يا صف. صف ثاني بس هو حار، جسمه حار. مريض بابا؟ مو مريض، راسك وجعك؟ سبع. صف قول الغيث. اسمك حبيبي؟ عمود. طيب يا صف أول؟ أحسن صف أول. يلا احنا صف الأول أحسن الصفوف، واللي يصدق بينا خليه يجي. صف أول. سؤال، الرجال قوامون على النساء لو النساء قوامون على الرجال؟ بس الآية مقلوبة يا دكتور. النساء قوامون على الرجال بما فضل الله بعضهم على بعض. طيبة؟ يا صف طيبة. سادس علي. ما شاء الله موفق. زين. اكو مهندسة اسمها زهى مو؟ بابا تدرون هاي المهندسة كل دولة تركيا انظارها على زهى حديد، وتتمنى زهى حديد تدخل هاي الارض حتى تعطيهم شوية من العلوم مثلك. جنسيتها عراقية وانت جنسيتك عراقية، وان شاء الله نعمل خلف ونعمل سلف. ايش اسمك؟ انا ياسر. خامس علم. ممتاز. السلام عليكم. موفقين. ياسر بابا. خامس شباب سادس علمي. من سادس علمي ارفع ايده. خامس علمي. رابع. متوسطة ما عندنا. عندنا متوسطة دكتور. ثالث متوسط. ثاني. أول. ممتاز. ما شاء الله موفقين إن شاء الله تعالى. شكرا. أكو أولياء أمور إن شاء الله. أولياء أمور عندنا. أولياء أمور موجودين إن شاء الله. يعني إحنا أولياء الأمور مهمتهم بهذه المرحلة بهذه المدرسة جدا مهمة. الجناح الثاني اللي تنجح به العملية التربوية هو ولي الأمر. الجناح الأول المدرسة، الجناح الثاني ولي الأمر. ولي الأمر يشد الأبناء للمدرسة فقط عنده. المدرسة تنطي الأبناء المعارف وتطلب من عندهم التكاليف. نسميها الواجبات. الهيئة التدريسية. الهيئة التدريسية. تفضل الصورة التذكارية يلا
أساتذة تفضل. وزعوا يكون بالواجب. Biraz daha yaklaşalım şöyle. Biraz daha şöyle yaklaşalım. علي. نعم دكتور. من عمر هو اسمه؟ صالمان شو اسمه؟ مصور بس فيلم كامل. فيلم كامل بدون أي حد أي مشاركة. على سيدي. على شو اسمه؟ نسخة بروح للوزارة. بس خلينا نتيجة كويسة. هو هنا سليم البيب راح ينتج واحد
Şöyle göstereyim, asansörü göstereyim. نشرح رياضيات. 1 2 3 4 هاي رقما وهاي كتابة. 5 تعال هاي شوف لي 6 كتابة. تعرف تكتب؟ يلا. 6 وين عافية. ثاني خطوة وين؟ عافية. 7 اي بسمة تعال. شلون نكتب 7 كتابة؟ يلا 7 اي بلا صوت. سين. وين الباء؟ 7 باء عين اي بالنص. Biraz güdek. Başımızı çıkardım. Ozbek. Biz büyük çalışıyoruz. Duvarlarda katil. Oldukça öyle.
ماستيف. Gracias.